إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من تلك الأخلاق التي وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرب عليها إبان أول الإسلام، وهي من الأخلاق الحسنة التي قال في مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن الأخلاق معاشر المسلمين كانت بفضل الله عز وجل موجودة عند كثير من العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم هذه الأخلاق وليكملها وليزكيها وليؤكدها. ومن هذه الأخلاق معاشر المسلمين الحلم على المسيء والصبر عليه. فإن من عادة الإنسان أنه إذا أساء إليه مسيء أنه يقابل هذه الإساءة بما هو أعظم، فتكثر المشاكل وتعظم ويشتعل نار الفرقة بين الأحباب. وكما قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلوب الناس إحسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته، وليكن في عروض زلته صفح وغفران. فالغفران والصفح من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها. قص الله عز وجل لنا من قصص من كان قبلنا، ومن تلكم القصة العظيمة التي نزلت في أمرها سورة كاملة، ألا وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قص الله عز وجل لنا ما فعل إخوة يوسف بيوسف، إذ أنهم تعمدوا إبعاده عن أبيه وكادوا أن يقتلوه، ثم باعوه عبدا رقيقا بثمن زهيد، وفعلوا ما أنتم عالمون. وفوق هذا لما قدر عليهم عليه الصلاة والسلام وتمكن من أمرهم لم يقابل هذه الإساءة إلا بالتي هي أحسن، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم
وهو أرحم الراحمين. ولما أحسن إليهم إذا بهم تحسن توبتهم ويرجعون إلى الله رجوعا صحيحا كاملا تاما، فقبل الله عز وجل منهم الإنابة وقبل منهم التوبة. وفوق هذا صار درسا لكل من يسيء، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ولي بمعنى كأنه من أكثر الناس نصرة لك، وليس هذا فحسب، بل في قمة الصدق والإخلاص والخلة والمحبة لك. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معاشر المسلمين، إن من المؤلم تلك العداوات التي لا تكون بين الأبعدين، وإنما المؤلم المحزن المبكي أن تجد تلك العداوات تضرم نارها وتشتعل سعيرها ويشتعل سعيرها بين الأقارب، بين الإخوة فيما بينهم، وبين الأعمام والأخوال، وبين الأب والابن، وبين الأم وابنتها. وما ذلكم معاشر المسلمين إلا من عجيب الزمان. فلقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إن العرب في سابق الزمان كان الرجل منهم ربما تعصب لعرقه وتعصب لقبيلته وتعصب لأهله حتى ولو كانوا على باطل. ومن ذلكم قول القائل: وهل أنا إلا من غزية إن غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. كانت العرب تتعصب لذويها وتتعصب لعرقها وإن كانوا على باطل، فما بالكم معاشر المسلمين بهذا الزمان الذي انعكست فيه الأمور، فصار الرجل يعادي أخاه، وصار الرجل يعادي عمه وخاله، وصار الرجل يعادي أباه وابنه. وما ذلكم إلا بسبب تصرف الزمان وانقلاب الأحوال. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن الروح لتئن بتلك المشكلات التي تشتعل بين الأسر. معاشر المسلمين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو قرابة له، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام له: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الساخن وهو الذي لا يطعم في الأصل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير، أي من ينصرك ما دمت على ذلك. ومعنى هذا الحديث أنك إن كنت بهذه الصفة، أنك أنت تصبر عليهم وتصبر على أذاهم وتصبر على ما يقولون، فلئن كنت بهذه الصفة فكأنك تطعمهم الرماد الساخن الذي في العادة لا يصلح أن يكون طعاما. ولا يزال معك من الله عليهم ظهير،
من ينصرك ومن يظهر حجتك أمام الناس إن ظنوا بك السوء. فإن كنت كذلك فلينصرنك الله ولا يكتبن أجرك. وقد طبق هذا الأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أساء إليه المسيئون فحلم عليهم وصبر حتى قدر عليهم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. معاشر المسلمين، إن العداوات بين الأقربين من الأمور العظيمة التي يشعل نارها النمامون ويشعل نارها الشياطين من الإنس والجن. فلا تلقي سمعك لمن يحرش بينك وبين أخيك، من يحرش بينك وبين أختك، من يحرش بينك وبين خالك وبين عمك وبين قريبك. ولذلك جاء عن بعض السلف أن رجلا جاء إليه فقال يا فلان إن فلانا يقول فيك كيت وكيت. فقال له أما وجد إبليس رسولا غيرك يبلغني هذا؟ أما وجد إبليس رسولا غيرك يبلغني هذا الأمر؟ ولذلك لا ينبغي عليك أن تلقي لسمعك أو تفتح أذنيك لأحد من الوشاة الذين يحرشون بينك وبين الأقربين. اصبر عليهم ولو أساءوا، اصبر عليهم ولو أساءوا. وتجد أن أكثر المشاكل التي تحصل ناتجة إما عن علاقات الأبناء ببعضهم البعض. وقد كنت قد خطبت قبل مدة خطبة تكلمت فيها عن القطيعة الموروثة، القطيعة الموروثة، وأعني بها ما تقع من القطيعة بين الأرحام فيما لا يدرون ما هي الأسباب. ولذلك تجد الأحفاد فيما بينهم لا يعرفون بعضهم البعض، الصغار لا يعرفون بعضهم بعض، فيكبرون على الفرقة ويكبرون على الشتات ويكبرون على التفرق الأسري. وكل ذلك معاشر المسلمين بسبب جناية الأبناء بجناية الآباء. فليتق الله الآباء في أبنائهم وليتقوا الله في أقربائهم، لا يفرقوا بينهم وبين من بين أرحامهم، وليلقوا مشاكلهم جانبا لا يورثوها إلى غيرهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من أعظم الأسباب التي تجعل العداوات تقع بين الأقرباء هي وقوع الذنوب والمعاصي. فلقد جاء في بعض الآثار، وإن كان فيها شيء من كلام العلماء لكن معناه صحيح واقع، وفيه ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. لا تجد اثنين كانت بينهم الخلة والمحبة والإخاء إلا وحصل بينهم فرقة بسبب ذنب يحدثه أحدهما. وشياطين الإنس والجن يعملون جاهدين في ليلهم ونهارهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن فعل الشياطين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. ويقذف الشيطان في قلبك ما لا تدري كيف يدخل عليك به. ولقد
خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة من المسجد وكان معتكفا في رمضان ليقلب أهله إلى البيت، أي ليرجعها بسبب الظلام والخوف عليها. فلما رآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة قال فأسرعا الخطى، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي أبطئا السير فإنها صفية، أي هذه زوجتي، من أجل أن أذهب بها إلى البيت. فقالوا يا رسول الله ما ظننا، فقال لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكان هذا درسا لكل أحد، كان هذا درسا لكل أحد أن يحسن الظن من جهة، وألا يضع نفسه في مواطن التهم من جهة أخرى. ولذلك ينبغي علينا معاشر المسلمين إذا أساء إليك قريبك فأحسن إليه، أطال لسانه فامنع نفسك، وكن كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما نعم معاشر المسلمين، فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وألا نشعر العداوات فيما بيننا، وأن يصبر بعضنا على بعض. وخذها قاعدة: إذا رمت وطلبت أخا لا يخطئ في حقك فلا تلتمس ذلك إلا بين الملائكة. إذا أردت وطلبت شخصا تعامله، نقول هذا للزوج فيما يخص زوجه، ونقول للزوج فيما يخص زوجها، ونقول للأخ فيما يخص أخاه، ونقول هذا لكل قريب فيما يخص قريبه. إن أردت وطلبت شخصا لا يخطئ في حقك مطلقا فلن تجد هذا الأمر إلا بين الملائكة، ولسنا كذلك، فكل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. إذا كان قد وقع هذا من أناس فضلاء صالحون، فما بالكم معاشر المسلمين بمن هم دونهم. ولذلك تجد أن بعض الناس قلبه كما يصفونه أسود، بمجرد إساءة بسيطة يقلب الدنيا ويهجر ويسفه ويتكلم، وإذا به يشعل النار. وما ذلكم إلا بسبب قبح ما فيه وقبح ما في قلبه. وقديما قيل كان المال يقسم بين العائلة، كان المال والميراث يقسم بين العائلة، أما اليوم فصار المال يقسم العائلة. أليس هذا عباد الله بالمبكي؟ تذكر عائلة من العائلات بالخير، وربما أصابها الحسد وأصابتها العين في تماسكهم، فإذا بهم يتفرقون، وإذا بهم كما قال القائل فرنقعوا عني وابتعدوا عني، وصارت تلك المحبة وصار ذلكم الإخاء عداوة مشتعلة. فليتق الله كل امرئ في قريبه، ليتق الله، ليست كل إساءة تقابلها بما هو أسوأ. والله إن حالنا ليرثى له.
أقل شيء، كما قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا أخوك خرج من بطن أمه الذي كنت أنت فيه، وهذا عمك من لحمك ودمك، وهذا خالك، وهذه أختك، وهذا أبوك. والله إن من العجب، والله أعلم ما الذي سيأتي في المستقبل، فربي رحماك إذا كنا قد عشنا في هذا الزمان الذي يتألم منه القلب، وقد أدركنا في صغرنا تماسك الجيران ومحبتهم لبعضهم البعض، حتى كان الجار ربما أدب ولد جاره وعلمه. أما اليوم فصار الأخ لا يقبل كلمة ولا نصف كلمة في ولده. من أخيه. لا يقبل نصف كلمة من أبيه، لا يقبل نصف كلمة من أمه. لما؟ لأنه تكلم في ولده. كثير من الآباء معاشر المسلمين أفرط في محبة أبنائه إفراطا شديدا، وخرج عن المقصود، وليست هذه محبة صحيحة. لا يرضى أن تمس في ولده شعره. من أخيه الذي هو عمه، من أخته التي هي عمته. قريبك إذا أخذ العصا وضرب ولدك فإنه يضربه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. فاتق الله وأحسن الظن ولا تشعل المشاكل. نسمع عن فلان حصل بينه وبين أخته مشاكل ومضاربات حتى وصلوا إلى الشرطة، وصلوا إلى الأمن. لما؟ لأن فلانا الصبي اعتدى على فلان الصبي، وكلاهما في سن متقارب، فأشعلت النار وقامت حرب البسوس. قامت حربا بين الأخوين على أمر تافه. فإذا جاء فلان خذ الحجر وانتقم، خذ حقك. يعبئ الولد على كراهية قريبه، ويعبئ الولد على بغض رحمه. ما هذه التربية التي أدركناها في هذا الزمان؟ ما هذه الأخلاق الرديئة التي صار الآباء عليها في هذا الزمان؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلحنا. اللهم إنا نسألك صلاحا في القلوب، اللهم إنا نسألك صلاحا في القلوب. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا، إنك أنت العفو الكريم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بكل من أضر بنا، اللهم عليك بكل من أضر بنا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت بها أجبت، أن تجيب دعانا ولا ترد يدينا يا ربنا صفرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.